كنت في منطقة نائية؟ نائية، وكانت البنات محرومات من الدراسات الجامعية، وهذا كان أول تحدي بالنسبة لي أنا كشخص. نعم. كنت أدرك أن الله سبحانه وتعالى خلقنا خلفاء فوق الأرض سبحانه. وباش نكون على قدر المكانة اللي اعطاها لنا الله سبحانه وتعالى، ونقول أنا ربي كتب لي نكون مرأة. إذا مجال نجاحي اللي راح نبين عملي وقل اعملوا فسيرى الله ورسوله عملكم. نقول لازم بإذن الله كل الفرص اللي تتاح لي كي أبرز دوري ونكون ناجحة في مجالي نستغلها. فأول تحدي بالنسبة لي شخصيا أنه نلتحق بالجامعة. كنت من الأوائل في المدرسة ما شاء الله، لكن لما توصلت للتيرمينال كانوا كامل الأهل يقولوا لي غير ما كان لا تطمعي، جيبي الباك ولا ما تجيبيش نهايتك في البيت، وحنا الأسرة تاعنا كامل محافظة ولازم تبقاي ديري في بالك بلي كاين غير الزواج يستنى فيك وكانت واحد القضية يعني شوية خاصة بينا في الأسرة، يقول لك جدنا ودعانا دعاء انه ما ننجحوش احنا في الباك وما نروحوش بعيد وكانها دعوه وكانها مانيش عارف. كنت انا دائما نقول في نفسي وانا نراجع انا احب العلوم. انا في عمري 8 سنوات انا الاب تاعي متعلم والام متعلمه. في 8 سنوات كنت العب بادوات المخبر. ما شاء الله. لما كانت البنات تلعب بالعرائس بالدميه انا كنت نلعب بمخبر بيولوجيا. لانه كان الاب تاعي يعمل في مستشفى وكان عنده في الاداره وكان كل ما يكونوا كاين ادوات زياده ولا يروح لفرنسا كان جاب لي ميكروسكوب صغير. كنت ندير تجارب ونقول انا اتمنى ان اكون عالمه بيولوجيا. ما شاء الله. بعد نقول وانت في عمرك 8 سنوات؟ وانا في عمري 8 سنوات نحب البحث العلمي. صح الاب كان عنده دور والام ثاني كذلك عندها دور، والام ثاني كانت في مجال الصحه. ما شاء الله. لكن حبست هي قرات وكملت وخدمت، مجرد زواجها حبست. الوغ كنا كل ما نطلع الليسي ونعاود نولي الا نلقى عمامي دايرين علاش كتكسري في راسك وعلاش، وانا نقول في قلبي هذا يزيدني تحدي. ومن بعد في يوم من الايام اصريت اني نجاوبهم، قلت لهم شوفوا انا الجد تاعي اذا كان عالم هو فعلا كان جدي عالم ما شاء الله، وكان مفتي الشيخ عبد الحميد بن باديس ولدينا رسائل فيها ما شاء الله في جريدة البصائر. ما شاء الله. قلت لهم لا اظن انه رجل علم يدعي على الأجيال القادمة. هذه خرافة فقط انتم اتخذتوها معتقد باش تفسروا فشلكم. لأنه أبناء العم كانوا كامل ما نجحوش في ذاك الوقت. فكانت هذا معتقد سلبي كان سائر. أنا قلت نكسر بإذن الله هذا المعتقد السلبي بواش نتحدى ونتحصل بإذن الله على البكالوريا. فكان أول تحدي بالنسبة لي هو الحصول على شهادة البكالوريا والالتحاق بالجامعة. شو وقتين تحصلتي عليه؟ حصلت على البكالوريا والحمد لله ومعدل ما شاء الله، وطلعت بيولوجيا ما شاء الله ودرت مهندي وبدأ يتحقق الحلم. ولما التحقت بالجامعة صدقيني أهل القرية نتاعنا وأهل كنت أول من تحصلت على البكالوريا في العائلة نعاس، يعني في العائلة تاعنا ما شاء الله. جيتي لا بروميير باشوليير. كان ان بروميير باشوليي مي في البنات جيتي لا بروميير. ما شاء الله. لما كسرت هذاك الجدار اي سنه معليش نعرفه؟ في 93. ما شاء الله. الوغ في ذاك الوقت كان الارهاب. التحدي الثاني اني التحق بالجامعه ونكون في الحي الجامعي. الوغ هنا تحد كيفاش يتركوك الوالدين في فتره كانت كاع الاجواء شويه يعني مش 93 94. ما تقدرش ذاك الوقت تخلي بنتك وزيد تحديت العائله وزيد تحدى ثاني الظروف. كنت نقول لهم طالب العلم له ملائكه تحفظه. نعم اكيد. الام تاعي كل ما تخاف عليا وتقول لي كيفاش وكنت غير ديري هنا ديري غير ليتيو هنا في قريب لينا ديري. نقول لهم لا حلمي سيتحقق باذن الله مادام في العمر بقيه. واذا كان ربي يكتب لي نموت في فتره الارهاب فانا شهيده علم. وكان دائما يعني جانب الايمان بالله كان يقويني. وكنت نقرا وكنت نشوف في السنه النبويه شي الصور اللي كانت تحفظ الانسان وتخليه في امن. كنت نقرا سوره ياسين، يقول لك من يقرا سوره ياسين صباحا ومساء يكون في امان الله. ما شاء الله. تقيني كل 5 سنوات حتى تخرجت وليت يعني انجينيور. هذيك 5 و6 سنوات يوميا نقراها الصباح والحمد لله كنت في امان. وكان الله خيرا حافظا لك. الحمد لله. من بعد انا بيان سور غير لقيت المنفذ ولقيت يعني الفتح
في العاصمه، وكملت دراستي وثبت جدارتي عند والديا. نقول لك كل البنات اللي كانوا مورايا في العائله الحمد لله الحمد لله في لافامي نعاس جرتك. كامل جابوا الباك والحمد ما لله شاء الله نجحوا. ما شاء الله. وراح هذاك المعتقد السلبي انه العائله ما كاش اللي يجيب فيها الباك، وما كاش اللي يروح بعيد، اللي غير تقراو غير القران وكتاب، وهذا ما كان هذا هو المعتقد. تخيلي هذاك تكسير المعتقد السلبي كامل. ومن بعد موراها التحقوا بالجامعه وكنت نعاونهم، حتى البنات اللي كانوا يجوا من القريه نتاعنا كنت نعاونهم هنا في الحي الجامعي، ونعطي لهم تحفيزات. لازم نثبتوا جدارتنا احنا ثاني، اهل الصحراء ولا اهل الجنوب ولا اهل الوسط، كامل نثبتوا جدارتنا كجزائريين. وفي جامعه باب الزوار الحمد لله كانت عندي نجاحات على مستوى معهد بيولوجيا، وكان الاساتذه فخورين بنتائج كنت نديرها. والحمد لله حب العلم، حب اثبات الوجود، واثبات اني يعني نستاهل انه الله سبحانه وتعالى عطانا نفخه منه باش نبين قدرات الانسان وين يقدر يلحق بارادته. ومن بعد موراها الحمد لله يعني ربي كتب لي تزوجت هنا، جبت ولادي هنا. اللي نشوفه في طريق العلم الا ونحفزوا لانه اروع طريق هو طريق العلم. وكملت دراساتي وكملت كوم درت بسيكولوجي دو لونفون، كملت كاستشاريه. والان الحمد لله راني نخدم مع مدارس خاصه، نخدم مع مدرسه خاصه، مسؤوله على برنامج غرس القيم. ما شاء الله برنامج رائع غرس القيم بطريقه علميه ما شاء الله. وفي نفس الوقت مديره النادي بالطفل المتميز. بارك الله فيك، شكرا.